هيبقى بنظام جديد، هتبقى تطبيق الاتكوين العادي. حلو الكلام. الاتكوين برو دي هتبقى باقه ب $100. الباقه دي هتدخلك مصفوفه رقم واحد من 5 مستويات، يعني قصيره على السريع. الحاجه الثانيه هترجع لك $3550. يعني انت هتدخل ب $100، مجموع الخمس مستويات اللي انت هتقبضهم هيبقى كام؟ $3550. دول تقريبا 75 ضعف راس مالك. تخيل، ده رقم خزعبلي. هي دي الصناعه. طيب الفكره هتكون ايه عشان نكون واضحين وشفافين وكل الناس تفهم مره واحده، وبعدين اكيد هيبقى لنا ديتيلز بقى وتفاصيل. حاجه اولانيه، حضرتك النهارده لو جديد، ركز، لو عضو جديد لسه هتدخل معانا ما تعرفش حاجه عن اتكاش ولسه هتدخل السيستم معانا، حضرتك هيكون مطلوب منك $100. ال $100 دي بتتوزع 50 للابلاين عموله، و50 بتدخلك مصفوفه في الشركه. ال 50 دي هتدخلك مصفوفه، بناء عليها هتبدا تاخد نسبه ارباحها $10 على كل واحد يدخل بعد منك ب 50، بحيث لما هيجمعوا لك في الخمس مستويات هيكون الخمس مستويات بحوالي كام؟ $3550. ولكن في نقطة هنا لازم نعرفها يا جماعة. أولا احنا الموضوع ده مرهق لينا جدا كسيستم. تخيل انت بتتكلم في 1000 باقة ما يجوش بتمن 20 باقة من البيزنس كلاس أصلا، ولكن تحملنا ريسك السيستم، تحملنا ريسك المتابعة والتحويلات وكل شيء، عشان احنا عندنا هدف ورؤية. الهدف والرؤية كانوا بيقولوا ايه؟ انا لما دخلت حضرتك $100 انا كان هدفي اساعدك واعمل لك زي جمعية عشان ارقي لك $100 لغاية ما يوصلوا يبقوا $900 من ارباحك، عشان ادخلك معايا الاتكاش وادخلك معايا البيزنس كلاس اللي انا عمال بتكلم عنها بقالي نص ساعة. انا عايزك تكون مليونير معانا، وبعد كده يا باشا خد فلوسك كاش. يعني ايه الكلام ده؟ تاني هوضح. حضرتك النهارده كعضو جديد دخلت دفعت $100، بناء عليه دخلت في مصفوفه. اول ما المصفوفه تبدا تشتغل طبعا الكلام ده هيكون من 1/6، بس الحجز هيكون من النهارده. اللي هيحصل كالاتي، حضرتك مجرد ما دخلت هتبدا تدخل في نظام المصفوفه زي ما اتفقنا. اول $300 هينزلوا لك، حضرتك في الحاله دي هيتخصموا منك، مش هتقبضهم، هنشتري لك بيهم باقه اتكاش عشان تفعل معانا الاتكاش وتكون شريك معانا في الاتكاش. وكده اول شكر لينا تشكره لنا ان بال $100 بتاعتك وبدون ما تعمل اي حاجه خالص، ولا تشاهد اعلانات ولا تسوق ولا تعمل اي حاجه، هنحولها لك ل $300 ندخلك بيهم الاتكاش. ادي اول نقطه. الباقه دي هتكون من عند الابلاين في كل مره، لاول مره اجباري عشان بس نكون متفقين، ودي هيكون فيها تسهيل عمولات في الاتكاش لكل الناس. الشيء الثاني، هتستمر المصفوفه في الاستمراريه لحين وصولك ل $600 كمان. هنا ناخدهم على طول اوتوماتيك، اسف $700 على الوضع الجديد. في الحاله دي هنعمل ايه؟ ال $700 هيندفعوا لك في البيزنس كلاس ويتم تفعيلك في البيزنس كلاس. حققنا لك حلمك يا كبير، دخلنا لك البيزنس كلاس ب $100 على فكره، ما هو انت اصلك كان $100 افتكر معايا، واحنا اللي بارباح الناس اللي بعد منك جمعنا لك الفلوس دي، دخلناك الاتكاش ب 300 ودخلناك البيزنس كلاس ب 700. مبروك عليك، بقيت شريك شرعي لينا في كل شيء. طيب نزل لك فلوس بعد كده، اقبض بقى يا باشا براحتك، معاك $2400 بتوعك، حقك حلالك، خلاص انت اشتركت معانا والباقي بتاعك. عارفين ده معناه يا جماعه؟ معناه حاجات كتير قوي حرفيا. فكره عبقريه. اولا خلينا نتفق، احنا نزلنا ناخد بايد الناس اللي على قد حالها وعلى قد ظروفها، نزلنا ناخد بايد الناس اللي ظروفها كانت اقوى من طموحها عشان ناخد بايديهم للبيزنس كلاس والمرحله الاحلام الكبيره زينا وزي الناس اللي قبلهم. عملنا باقه عشان اللي عايز ينجح باقل التكاليف وما يبقالوش حجه، عشان اللي كان بيقول لك انا ما معيش، طب قسط مين بقى؟ ده الباقه كلها بقت بحق المقدم اهي. والاول مره هيبقى الاتكوين عندنا له قيمه، مفيش كلام. وخلي بالك كل واحد ابلاين مننا لما هيدخل وحد يدخل عن طريقه، هو هيدخل ب $100، انت هتحول لك $50 اوتوماتيك بتاعتك يا باشا. شركه، ده سيستم، دي حقك، وليك جديد بنفس الفكر. طب خليني اقول لك بقى احنا ايه. احنا الاحتياليه في عقر دارها، لان الشركات الاحتياليه كانت بتلعب على ايه؟ على ارباح سريعه وفلوس قليله. احنا عملنا ده، احنا بسطناه للناس بس بفكر مشروع. النهارده انت ب 5000 جنيه تقدر تكون شريك في مشروع هيرجعهم لك 200,000 جنيه تقريبا. هناخد منك 50,000 نفعل لك بيهم البيزنس كلاس والاتكاش والباقي بتاعك يا باشا. اظن ده عظمه العظمه.
اظن ما فيش رقم اقل من كده انت ممكن تتست فيه مع حلمك. اظن ما فيش ليفل اعلى من كده. واللي مش عاجبه وقت ما يحب يمشي من عينينا ياخد فلوسه كالعاده، ما انتوا فاهمين نظامنا. فحرفيا يا جماعه احنا عملنا حاجات كتيره قوي، احنا قاضيين على